مساء الخير. النهاردة هنعمل الكبدة. هنعملها بطريقة حلوة جدا، زي اللي في الشارع وأحلى كمان. أنا بصراحة من الناس اللي بتعشق الكبدة، وأنا عارفة إن في ناس كتيرة زيي. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وهنعمل معاها كمان سلطة الطحينة، وكلها بمكونات بسيطة. أنا متأكدة إن هي هتعجبكم. بس أهم حاجة اوعوا تنسوا لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. هنبتدي أول حاجة بمكوناتنا. هنجيب نص كيلو كبدة، أنا مخلية الجزار مقطعها لي قطع صغيرة. هنحط عليها فصين توم مفرومين، وهنعصر عليها ليمونة، وهنحط معلقتين خل كبار. وطبعا الليمون والخل علشان ما يخليش معانا الكبدة فيها أي زفارة. ونص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، ونص معلقة كمون. ومفيش حاجة تاني تتبل بيها الكبدة. وهنقلبها وهنسيبها هي ربع ساعة بالكتير، لأن الكبدة بتتبل بسرعة. ولغاية ما نسيبها، يلا بينا نعمل سلطة الطحينة. هنجيب معلقتين كبار طحينة، عليهم فصين توم صغيرين مفرومين، وربع معلقة ملح، وربع معلقة كمون، ومعلقة خل. وهنقلب. وفي المرحلة ديت أنا بحب أعمل الطحينة بلبن. ممكن نستبدل اللبن بالمية، مفيش أي مشكلة. بس أنا بحس إن هي باللبن بيكون طعمها أحلى وأغنى. وهنقلب لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وفي المرحلة دي كمان ممكن نحط شطة، وده حسب الرغبة. وكده بقى عندنا أحلى سلطة طحينة. هنروح بقى للكبدة بتاعتنا. هنجيب طاسة على النار وهنحط فيها معلقة سمنة، أنا عاملاها بسمنة بلدي. وهنسيبها تسخن. وبعد كده هننزل عليها الكبدة، ودي أهم مرحلة. لازم تكون سخنة جدا علشان الكبدة ما تنزلش مية معانا. وهنفردها بس في الطاسة ومش هنقلب. وبعد ما سيبناها حوالي دقيقة، هنبتدي نقلب الكبدة بتاعتنا. طبعا مش قادرة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي. وبعد ما قلبنا، هنجيب بقى فلفل رومي، وممكن نحط برضو حامي حسب الرغبة. وهنقلب، مش هنحط اكتر من كده. هنسيبها بس حوالي دقيقة لغاية ما الفلفل بس يدبل معانا. وكده بقى عندنا احلى كبدة جاهزة. ما بتاخدش 10 دقايق على النار، ومفيش احلى من كده. هنجيب بقى العيش الفينو بتاعنا، وهنحط فيه الكبدة، وعليها سلطة الطحينة. بجد أنا مش قادرة أوصف لكم الجمال والطعم والريحة، كل حاجة عاملة إزاي. ومعاها زي ما انتوا شايفين شوية مخلل. كده احنا مش عايزين حاجة تاني. فعلا من أمتع الأكلات اللي الواحد بياكلها. بيكون مستمتع، وفي نفس الوقت بياكل حاجة عارف إنها نضيفة في البيت. فعلا جربوها، ومفيش أسهل من كده. أنا متأكدة إن هي هتعجبكم. كانت معاكم أسماء إبراهيم، وأشوفكم المرة الجاية في وصفات أحلى وأحلى.